اول لما بتلعب التمرين ده بتلعبه السوبر سيت، انت بتحس في بامب جامد يحصل لك في العضله بتاعتك ده. عاش يا كابتن ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم كابتن ابراهيم خلاف. النهارده حلقتنا مختلفه جدا. النهارده احنا معانا ضيفين مميزين جدا. معانا كابتن احمد مطر، حاصل على سيرتيفايد بيرسون ترينر. الله يخليك يا كابتن ابراهيم، ده شرف لينا اللي احنا نطلع معاك في القناه، وباذن الله نفهم الناس كل التمارين باذن الله. معانا كابتن محمد، حاصل على البي تي من ISSA. حبيبي يا كابتن ابراهيم، شرف لنا والله نطلع في القناه عندك، وان شاء الله تبقى تمرينه قويه النهارده، تمرين الدراع قويا باذن الله. خليكم معانا بقى وتابعوا التمرينه، وربنا يستر بقى في اللي هيحصل فينا. مساء الخير يا شباب. دلوقتي احنا نبدا بالاحماء، لان ده حاجه مهمه جدا لاي رياضي عايز يبدا التمرينه بتاعته عشان تسخن المفاصل بتاعتك والانسجه العضليه بتاعتك. فبلاش انك لما تيجي تبدا موضوع التسخين بالذات تبدا العقله، او انك تبدا ضغط بسرعه، او انك تخش التمرينه بسرعه مره واحده، ليه ده ممكن يسبب لك اصابه. فاحنا دلوقتي هنتفرج على الاحماء مع الكابتن ابراهيم، كابتن احمد مطر. اتفضل يا كابتن. ده كده الجامب في المكان، تمام. ده بس كل الفكره اللي فيه ان هو بيسخن جميع الانسجه اللي في الجسم، تمام، بحيث ان هو بس يعمل تدفق للدوره الدمويه. احسن يا كابتن ابراهيم، عاش يا كابتن مطر. ابراهيم بيلعبها والكابتن احمد. دلوقتي الفكره ان هي بتسخن مفاصل الكتف بتاعتك، تمام، بحيث ان انت ما يحصلكش اي اصابه يعني، عشان لو شلت اي وزن تقيل بعد كده ما يحصلكش اي اصابات في الاماكن دي. دلوقتي يا شباب احنا بس قبل ما نبدا التمرينه، انا بس كل اللي انا عايز اتكلم فيه التشريح العضلي بتاع تمرينه الدراع اللي احنا هنلعبها النهارده، تمام. فاول حاجه احنا بنتكلم عن عضله الباي، بتتكون من العضله العريضه بالنسبه لنا، تمام، وفي العضله اللي هي القصيره، دي لازم تتمرنهم في التمرين بتاعتك، تمام. بالنسبه لتاني حاجه عضله التراي، عندنا في العضله الثلاثيه الخارجيه، تمام، في العضله الداخليه العريضه، تمام، زي ما الكابتن مطر كده مرينا التشريح ما شاء الله عليه، ربنا يحميك يا ابني. في بقى عضله الساعد، طبعا في عضله الساعد اليمنى، وفي عضله الريست، دي لازم انت اصلا تلعب التمرينتين. ارفع ايدك كده بالظبط كده، ارفع شد بالظبط. لازم تلعب العضله الداخليه اللي هنا، العضله الخارجيه بتاعت الساعد. فاحنا بس حبيت اشرح لكم الموضوع ده كله قبل ما نبدا التمرينه بتاعتنا، عشان خاطر واحنا بنتمرن احنا عارفين احنا بنركز عليه. دلوقتي احنا بس اول حاجه هنبداها احنا هنلعب بالروب ترايسبس عشان نركز على العضله الثلاثيه، تمام. بالنسبه للكابتن مطر ابدا كده يا كابتن احمد. عايزك بس تبقى مركز في التمرين احنا بنلعبه ده، لو بيركز على العضله الثلاثيه الخارجيه والعضله الداخليه بالنسبه لنا. ما شاء الله عليك، عاش. الحته اللي الكابتن مطر بيعملها دلوقتي دي حاجه اسمها سكويز، ان حضرتك انك لما بتعمل ستريتش كده للعضله انك بتضغط على العضله، فده بيساعد العضله ان هي تنمو معاك بسرعه. تاني حاجه بيعمل تلافي في الانسجه الداخليه بالنسبه لك، فدي بتساعدك انك بعد ما تخلص التمرين بتكون الموضوع بالنسبه لك بقى بامب 100%. تاني حاجه ان انت لما بتاكل كويس وبتنام كويس، ده بيساعدك ان العضله بتاعتك تنمو بسرعه. عاش يا كابتن احمد. دلوقتي الكابتن ابراهيم هيبدا معانا، هو بس لابس تيشيرت عشان بس مخبي العضلات بتاعته، انت فاهمنا، عشان الكابتن ابراهيم ما شاء الله عليه يعني. عاش يا كابتن ابراهيم. ركز في الوجع اللي هيظهر لك هنا بالنسبه للعضله الخارجيه، العضله الداخليه انت لازم تحس. تاني حاجه لو ركزت في اداء الكابتن ابراهيم هتلاقيه بيطلع بالراحه، هتعد مثلا حوالي الثانيه ل3 ثواني كده، ده بيعمل بومب جامد هنا في العضله بالنسبه لك. ركز كده في الاداء بتاعه.
دلوقتي يا شباب كل الفكره دلوقتي احنا هنخش على التمرينه الثانيه، بس هتبقى مختلفه شويه، هتبقى بالنسبه لنا سوبر سيت، ان احنا هنلعب ضيق بالمسطره. تمام، هيبقى الماسكه بالنسبه لنا من هنا بالظبط. تمام، كمان هنلعب تاني تمرينه بالنسبه لنا اللي هي الفرنساوي زي ما الكابتن ربيع بيلعبها كده، وهشرح لكم كل واحده بتاثر على ايه بالنسبه لنا في كل عضله. كده هنبدا بالبار الزجزاجي. نبدا كده يا كابتن مطر نلعب الاداء. وضعيه الاداء بالنسبه لك لما انت تبدا بالشكل اللي هو 90 درجه، ما ينفعش تبقى انت فوق قوي كده. تمام، وتقوم جاي بادئ، لازم تبقى واخد الوضعيه بالنسبه لك. اعمل استريتش. الضغط بالنسبه لك يبقى برده تحت هنا، ما ينفعش تطلع كده يا كابتن احمد وانت بتلعب، انك تطلع وتنزل بس كده. لازم تعمل الاستريتش كام بالنسبه لك، وما بتاثرش قوي عشان خاطر برده الانسجه بالنسبه لك اللي موجوده في عضله في المعصم بتاعك. تمام، عاش. كابتن مطر بيلعب بالبار الزجزاجي ضيق، ده بيأثر بالنسبه لك على العضله تمام الداخليه والعضله الثلاثيه الخارجيه. شوف كده، يلعب يا كابتن مطر. لو جيت تبص على التشريح ما شاء الله بتاع الكابتن مطر للعضله الثلاثيه الخارجيه بالنسبه له ما شاء الله عليه. انت هتلعب المجموعه دي 3 مجاميع، العده من 8 ل 12 عده. تمام، بعد ما تخلص العدات دي هتخش على طول على الدمبل الفرنساوي زي ما الكابتن ابراهيم بيورينا كده. انت لو ركزت الماسكه بالنسبه له بينزل فيها في شكل عمودي، ما ينفعش ان انت يبقى الدمبل كده. تمام، انت بتبقى ماسكه كده وتاخده لقدام ولورا، لازم يطلع وينزل في شكل عمودي. ليه؟ ده بيأثر على التأثير على العضله اللي احنا عاوزينها، اللي هي العضله الداخليه بالنسبه لنا. هتلاقي الوجع كله بيبدأ لك من اول عضله المجنص من تحت لغايه عضله ما تجيب عضله الطريق اخرها من ورا. ركز كده، عايزك تبقى مركز وانت بتلعب الاداء ده بالذات، لانه ده بيبقى اداء هوائي شويه. فلو ما خدتش بالك ان الضم بيطلع وينزل في شكل عمودي، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ما بيجيبش التارجت اللي احنا عاوزينه. عاش يا كابتن ابراهيم. انت اول لما بتلعب التمرين ده بتلعبه السوبر سيت، انت بتحس في بامب جامد يحصل لك في العضله بتاعتك ده. عاش يا كابتن ابراهيم. دلوقتي الكابتن احمد والكابتن ابراهيم خلصوا، بيبدلوا مكان بعض على طول. المفروض الموضوع ده ما بياخدش اكتر من 2 3 سنين. وبنتكلم مع حاجه بتفضل وش دلوقتي احنا هنخش التمرين الرابعه بالنسبه لنا. احنا اول حاجه دخلنا بالروب، تاني حاجه تمرينتين سوبر سيت. دلوقتي هنخش بقى التمرين الرابعه بالنسبه لنا هتبقى بالكابل كيك باك، او زي ما احنا بنسميها كده الرقص بالنسبه لنا. بس كده يا كابتن مطر، خلي دراعك التاني لو سمحت، انزل بجسمك. بالنسبه لوضعيه الجسم زي ما الكابتن مطر عمل، ما ينفعش تبقى انت فارد رجلك كده عشان خاطر ما يبقاش مثلا الوزن تقيل معاك. لما ربنا بيكرمك والوزن الميزان بالنسبه لك كويس، يبقى انت في ضغط على الاوتار او الجلوتس بتاعتك. تمام، انزل بجسمك بشكل كده بالظبط، ترفع الكوع شويه بشكل كده 90 درجه او بالظبط، يعني زاويه 60 70 درجه بالظبط. تمام، ابدا كده رفس. تمام، لو ركزت في الاداء بتاع الكابتن احمد هتلاقيه بيعمل حاجه اسمها السكويز. دي من اهم الحاجات اللي بتخلي اي لعيب عن لعيب بيفرق في البروفيشنال بتاعته. ممكن معظم الناس اللي بتلعب سريع، نلعب كده اداء سريع شويه. لو بيلعب كده ده كده كانك ما بتلعبش رفس خالص، انت بتلعب بقى تراي بس مش بنسبه 100%. نوريك بقى الاداء الصحيح. عشان كابتن احمد لو ركزت في الاداء بتاعه هتلاقيه بيجي بالراحه قوي، هو بيسحب الميزان، بيعمل الرفس بالنسبه له، بيعمل سكويز جامد على العضله. انت مع الاداء بعد شهر واتنين من تمارينك هتلاقي عضله الطريق بالنسبه لك بقى ما شاء الله عليه. انزل شويه بالجسم. ارفع وشك. دلوقتي يا شباب احنا كده خلصنا تمرينة التراي ده. تمام، هنخش دلوقتي على تمرينة الباي. انا بالنسبه لي دايما بحب ابدا الباي، بحب ابدا سوبر سيت. فاحنا نشوف دلوقتي التمرين على الكابتن احمد والكابتن ابراهيم. هنلعب اول حاجه بالبار الزجزاجي. تمام، هنلعب بالسحب بالبار، بس الفكره انك هتسحبه ضيق. يعني ايه؟ داير جسمك كده يا كابتن احمد، داير جسمك، داير. عايزك تركز في طريقه السحب بالنسبه له. هنلعب اللي هو السحب العادي، نلعب اللي هو السحب العادي كده اللي هو على عضله الباي.
ده بالنسبه لك كده اللي هو السحب العادي لعضله البار. انما اللي احنا عايزين نركز عليه اللي هي العضله القصيره بالنسبه لنا، عشان ندمج العضله القصيره دي عضله الساعد. فهتشوف دلوقتي الكابتن احمد هيتمرنها ازاي. لو ركزت في عضله الكوع هتلاقيها بترجع لورا، والكتف بالنسبه لك انت بتبقى شده لورا، يعني انت وانت واقف مش واقف كده، انت بتبقى عامل كده عشان تبدا تسحب. عاش يا كابتن احمد. لو ركزت كمان في موضوع البار وهو طالع وهو نازل هتلاقيه بيطلع هنا بزاويه مستقيمه، ما ينفعش انك بتبقى واخده اكنك بتمرجح البار، ده الزاويه بالنسبه لك. عايزك تجرب الاداء ده وهتدعيني. بعد كده نشوف الكابتن احمد. احنا ده بالثمانية، تمام. دي بالنسبه لنا بتاثر على عضله الباي كامله، تعمل تدفق للدوره الدمويه بشكل فظيع. عاش يا كابتن احمد. عايزك دايما وانت بتلعب تركز في السكويز او الاسلوب اللي هو السلو اللي الكابتن احمد بيلعب بيه، صدقني يفرق معاك جدا في العضله بتاعتك وهي بتنمو بالنسبه لك. عاش يا ابني، ما شاء الله عليك. دلوقتي احنا هنخش على التمرين الثالثه بالنسبه لنا. احنا اول حاجه دخلنا السوبر ست، تاني حاجه احنا هنخش دلوقتي 6 عدات بالدمبل عادي تبادل زي ما الكابتن احمد كده بيوريك، تمام. وبعد ما تخلص 6 عدات تبادل هتخش 6 عدات هامر. البامب اللي هيحصل لك في العضله ما بين ان احنا بنكور العضله وبين ان احنا بنعرضها، بحيث انت لما العضله بالنسبه لك تكبر بعد كده هتلاقي شكل العضله بالنسبه لك بقى كويس قوي. ارفع وشك، ارفع وشك. يلا خش على الهامر. برضو الهامر هيبقى تبادل 6 عدات. داير جسمك، جسمك بالعرض كده. انت لما تيجي تحسبها 6 و6 12، عايزك تيجي في الاخر خالص تاخد 3 عداد هامر زوجي، هتحس ببامب فظيع بالنسبه لعضله الباي، وهتلاقي عضله الساعد بالنسبه لك برضو اشتغلت. انت غالبا ممكن في اخر التمرين ده خلاص ما تحتاجش انك تلعب ساعد وريست اصلا، ممكن تاخدهم تمرينه خفيفه كده عشان هم اصلا بالنسبه لك يكونوا ما شاء الله اشتغلوا، حصل فيهم بامب كبير قوي. بكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اغلب الفيديو انتوا مش شايفيني، لا انا مت معاه والله، بس عشان الفيديو ما نطولش عليكم. بشكر كابتن مطر على استضافته لينا في الجيم النهارده، والتمرينه اللي احنا خدناها سوا ومتنا فيها سوا. الله يخليك يا كابتن ابراهيم، انا اتشرفت بيك جدا النهارده، وانت بصراحه اعز الناس اللي بحبهم جدا. حبيبي يا كابتن، الله يكرمك. وبنشكر كابتن محمد، او بندعي عليه مش عارف على التمرينه دي. حبيبي يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن ابراهيم، صدقني انا اتشرفت باستضافتك ليا النهارده، وان شاء الله في سلسله فيديوهات كتيره لو لنا نصيب هتلاقوني فيها ان شاء الله. انتظرونا في اجمد فيديوهات، هنتكلم عن التشريح العضلات واستهداف التمارين بتاعتها مع الضيفين المتميزين دول. ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب عشان اللي جاي خراب في رعايه الله.